عاجل وزلزال يضرب الكاف، فضيحة كبرى تسقط رؤوس المتآمرين على المغرب. صدمة مدوية وصعفة تاريخية، انهيار أعداء المملكة وانسحاب جنرالات الفساد رسمياً. وثائق مسربة تفضح المستور، اعتراف رسمي يخرس الحاقدين، والمغرب يزلزل إفريقيا. في البداية يا أبطال، وقبل ما ندخل في تفاصيل هذا الزلزال الذي يضرب الآن، عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وثاني حاجة، ما تنسوش تنزلوا دابا وتفجروا زر الإعجاب اللايك، وتشتركوا في القناة إذا كنتم جدد، وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد وحصري أول بأول. دعمكم هو اللي كيخلينا نكملوا في فضح الخبايا. إخواني أخواتي، شدوا الأحزمة مزيان، لأن ما سأكشفه لكم اليوم ليس مجرد أخبار عادية، بل هو زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر يضرب دهاليز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. أقنعة تتساقط، رؤوس كبيرة تتدحرج، ووثائق سرية وخطيرة جدا تخرج للعلن لأول مرة لترد الاعتبار للمملكة المغربية الشريفة بعد أكبر مؤامرة في تاريخ كأس إفريقيا 2025. كيف انقلب السحر على الساحر، وكيف تحولت خطط أعداء المغرب إلى كابوس يلاحقهم. كوباية أتاي ولا قهوة، وركزوا معايا مزيان للآخر لأن التفاصيل غتخليكم مصدومين. مؤامرة فاشلة واصطفاف الأعداء. متابعين الكرام، الأزمة لم تنتهي، بل الزلزال داخل الكاف مستمر وفي تصاعد مخيف. أسماء جديدة وثقيلة جدا من مهندسي المؤامرة الدنيئة ضد المغرب في نهائي كأس إفريقيا 2025 تتساقط تباعا حتى يومنا هذا. اليوم نضع أيدينا على وثائق رسمية وجديدة من قلب الاتحاد الإفريقي ترد الاعتبار بشكل كامل لتنظيم المغرب لكان 2025. هذه النسخة التي تعرضت لأكبر مناورة وأبشع تلاعب وأقذر اعتداء في تاريخ الكرة الإفريقية. كانوا يريدون وبكل ما أوتوا من قوة تسخير أموالهم وجهودهم لتشويه صورة المغرب وإظهاره في أبشع حلة. ولكن كما نقول دائما، ويمكرون ويمكر الله. ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما خططوا وحشدوا، لم ولن يستطيعوا كسر إرادة المغرب. خذلان الجيران وطعنة الظهر. أكثر ما يدمي القلب ويثير الاستغراب في هذه القصة هو موقف من كنا نعتبرهم جيرانا. عندما نتحدث عن إفريقيا جنوب الصحراء، من المفهوم أن يتعاونوا مع أبناء جلدتهم في السنغال، ولكن الصدمة الكبرى جاءت من دول شمال إفريقيا. نتحدث هنا عن الجيران: الجزائر، تونس، مصر. هذه الدول التي كان من المفترض أن تقف صفا واحدا وتؤازر المغرب داخل أروقة الكاف، وجدناها وبكل أسف تضع أيديها في أيدي المتآمرين. تخيلوا معي، نرى جماهير من مصر والجزائر تخرج فرحة ومهللة بفوز السنغال وتتشمت في المغرب علنا. سبحان الله العظيم على هذا الحقد الدفين. ورغم هذا التحالف الغادر، بقي المغرب صامدا لوحده، شامخا كالجبل، والتاريخ سيسجل هذه الوقفة الأسطورية. صفعة لجنة الاستئناف وصدمة الحاقدين. إلى كل من رقص فرحا بخسارة المغرب المؤقتة في النهائي، أقول لكم: لقد ذقتم مرارة الصدمة. المغرب لم يبكي على الأطلال، بل قاد معركة قانونية شرسة بفضل رجاله ونسائه وأبنائه المخلصين، واسترد حقه كاملا بقوة القانون. هؤلاء الشامتين خرجوا يولولون ويصرخون: هذا الظلم، عندما أنصفتنا لجنة الاستئناف. أين كانت أصواتكم عندما تعامت لجنة الانضباط في البداية عن تطبيق المادتين 82 و 84؟ لم ينطق أحد منهم بحرف، بل كانوا في قمة النشوة والتشفي. كانوا يرتعدون خوفا من إنصاف المغرب، لأنهم يعلمون أن الحق معه. ولما أصدرت لجنة الانضباط عقوباتها المجحفة التي تركت الكأس للسنغال، بلعوا ألسنتهم. لكن لجنة الاستئناف لم تأتي من فراغ، جاءت لتقلب الطاولة وتحاصر الفساد في الزاوية وتعيد الكأس لأصحابها الشرعيين. تساقط الرؤوس وتنظيف الكاف. ومن هنا بدأ الانهيار. بعد قرار لجنة الاستئناف، بدأت الأسماء المتآمرة تتساقط كأوراق الخريف. يخرجون علينا ليقولوا: لقد قدموا استقالاتهم. أي استقالات تتحدثون عنها؟
هؤلاء الديناصورات الذين التصقوا بالكراسي وتجاوزوا سن التقاعد لا يستقيلون طواعية. هذه إقالات مغلفة فرضها الزلزال المغربي. هؤلاء هم مهندسو العقوبات، هم من تعسفوا على المغرب لسنوات طويلة، لكن الخطأ القاتل الذي ارتكبوه هذه المرة أنهم جاءوا ليمارسوا فسادهم في عقر دارنا، في قلب المغرب. هل تعتقدون أن المغرب سيسمح لكم بالتعسف عليه في أرضه؟ أبداً. لقد أوقفهم المغرب عند حدهم وكشف عوراتهم ليكون هذا الزلزال فرصة تاريخية. إخواني، المغرب لم يربح فقط معركة استرجاع الكأس، بل ربح المعركة الأكبر، معركة تنظيف الكاف. لولا هذه الضربة المغربية لم نكن لنحلم بكأس إفريقيا أبدا في ظل وجود هؤلاء الفاسدين ورئيس لجنة الحكام الذي يملي قراراته عبر السماعات للحكام في أرض الملعب ليذبحوا فرقنا. استقالة سارة موكونا وفرار مهندسي الفساد. ولنؤكد لكم هذا الزلزال، ها هي استقالة مدوية جديدة تضرب الكاف. مديرة قسم الاتحادات الأعضاء الشابة سارة موكونا تعلن استقالتها. هذه ليست استقالة بسبب التقاعد، بل هي هروب من الفضيحة. هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكاف يتزعزع من الداخل، وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة فقط من فرار الأمين العام السابق للكاف فيرون موسينغو كومبا. هؤلاء هم كبار المهندسين الذين دعموا السنغال للسطو على الكأس، وبسبب كشفهم نرى هذا السعار والجنون الذي أصاب السنغال اليوم. قصديرة السنغال واستراتيجية الجامعة الملكية. وهنا أوجه رسالة للسنغال وكل من يطبل لهم: الكأس التي تخرجون بها وتحتفلون بها في الشوارع مجرد قصديرة. نعم، تمثال مزيف يجسد الكأس ولا علاقة له بالنسخة الأصلية. الكأس الحقيقية موجودة في مكانها الآمن والمعلوم، ولا داعي لذكر أين هي، والمغرب لن يستفز بتصرفاتكم الصبيانية. وفي هذا السياق يجب أن نرفع القبعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وضعت جدارا حديديا لحماية اللاعبين والأطر الوطنية من هذه الصراعات القذرة. هناك توصيات صارمة بعدم الانجرار لأي نقاشات خارج المستطيل الأخضر، والدليل السنغال أرسلت صحفيا مستفزا لمباراة المغرب والباراغواي في فرنسا لزرع الفتنة، فكان الرد صاعقا وحاسما من الناخب الوطني الذي أخرسه تماما. مسار الكرة المغربية لن يتوقف بفضل هذه الحماية. دهاء محمد وهبي وخطة المونديال السرية. وننتقل إلى الميدان حيث المفاجآت الكبرى. ما ترونه اليوم مع المدرب الجديد السيد محمد وهبي في المباريات الودية هو مجرد تمويه وذر للرماد في العيون. الذي يعرف طريقة تفكير هذا الرجل يدرك تماما أنه يخفي أسلحته الثقيلة. خطة الرجراج السابقة أصبحت مكشوفة للخصوم وللأطقم التقنية التي تتابعنا، وإذا لم نغير أسلوبنا سنفشل. لكن وهبي يجهز استراتيجية مرعبة ومغايرة تماما سيصدم بها العالم في المونديال. والأهم من ذلك، وهبي سيفرض الانضباط الحديدي، لا ديسيبلين. سيجلس نجوما وأسماء مرموقة جدا على دكة البدلاء، البنتوش، بكل جرأة. عهد التمرد ورمي القارورات الذي رأيناه سابقا مع زياش والنصيري انتهى بلا رجعة. المدرب هو الآمر الناهي. تحتاجك المجموعة تدخل، يطلب منك العودة تعود. هذه هي كرة القدم الحقيقية. في النهاية يا أبطال، تابعنا معكم كيف انتصرت المملكة المغربية في معركتها المزدوجة: استرجاع الكأس وتطهير الكاف من الخونة والمتآمرين. المغرب لقن الجميع درسا لن ينسوه في التنظيم، في القانون، وفي الدهاء الكروي. والآن السؤال موجه لكم أنتم يا أحرار. بعد كل هذه الفضائح والنجاح الأسطوري للمغرب، هل تعتقدون أن الكاف قادر على تنظيم بطولة بهذا المستوى في المستقبل بدون خبرة المغرب؟ وهل تؤيدون الصرامة الجديدة للمدرب وهبي مع النجوم؟ زلزلوا التعليقات بآرائكم، أريد أن أقرأ تعليقاتكم جميعا. ولا تنسوا في الختام عطروا ألسنتكم بالصلاة على رسول الله. تأكدوا أنكم ضغطتم على زر الاشتراك وفعلتم جرس التنبيهات لكي تكونوا أول من يعرف الحقيقة الصادمة القادمة. شكرا على دعمكم المتواصل، شكرا على وفائكم لقناتكم. نشوفكم في فيديو قادم وموضوع ناري جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.